السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين نتكلم النهاردة عن موضوع مهم، اللي هو ايه، ازاي احافظ او امن البطة او امن لها مكان او اهدي لها المكان، او ايه الاحتياطات اللازمة اللي لما البطة عندنا هتبيض او باضت بيضة او لسه هتبيض او قربت تبيض، اللي المفروض لازم نعمله لها عشان ناخد منها انتج احسن سلالة وتحضر لنا البيض كويس وتقوم بصحة وسلامة، يعني تطلع لنا كل البيض اللي موجود او كل البيض اللي هو يبقى تحتها، والتخصيب يبقى كويس والرقد يبقى آمن وتطلع لنا الإنتاج. أول حاجة قبل ما نتكلم عن كل ده واحدة واحدة، عايزين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة البطة البيضة دي، اللي هي البيضة دي، أيوة دي بقالها يومين بتبيض، بيضت بيضتين. والبطة السمرة دي أول بيضة النهاردة، ماشي. فطبعا ايه، اول حاجة باخد البطة من مكان الطيور هي والذكر واحطها في مكان لوحده، معاها بطة لسه بيضة بيضتين، بيضة من قبل كده كام بيضة، خلاص تمام ماشي. بس لو بطة راقدة والمكان صغير يا ريت بلاش، عشان الذكر بيشغلها وبتقوم وبتبوظ بيضها. يعني مثلا هتقوم كل شوية على دخلتهم عليها، بتسقع البيض وبتبوظه. لكن لو بيضة 5 6 بيضات، او لسه في بداية رقدها، يعني لسه يومين وهترقد، لسه مش عارف ايه، عادي ادخل بيضين داخلين مع بعض تمام. انما مثلا راقده وفي نص رقدها وبتاع، وادخل لها الذكر وادخل لها انتاج كمان، والمكان كمان مش كبير، لا هتقوم وهتسيب البيض او هتنشغل بيهم، او حتى لو ما قامتش خالص هتقوم كل شويه يعني كل شويه هتفضل داخله طالعه. في اغلب البيض يعني مش هيطلع ومش هيفقس، لان المكان بتاعها مش هادي. خلاص كده اتفقنا. اول ما نحس ان البطه هتبيض او الفرخه قربت تبيض او بيضت بيضه، او البطه الفرخه بترقد في اي مكان عادي، يعني ممكن تنقليها فبترقد عادي. لكن البطه من اول بيضه بيضت بيضه 2 بالكتير 3 بالكتير، تاخدها وتنقلها في مكان تاني، هتعمل مكان تاني وعش تاني وهترقد. خلاف كده ما هيش راكده. يبقى اول حاجه اتفقنا عليها، بناخدها هي والذكر نعزلهم في مكان ما لوحدهم، في مكان عندنا كده بعيد عن البط وبعيد عن الفراخ وبعيد عن الكلام ده كله، مكان هادي كده. ده اول خطوه. تاني خطوه، بنمسك المكان اللي هنحط لها فيه القفص اللي هي هتبيض فيه او هترقد فيه ونكنسه، ماشي. دي تاني حاجه. تالت حاجه هنرش جير. تعالوا هنعمل واحده واحده مع بعض. اهو احنا في المكان اهو، هترقط هنا، هرقط هنا الجير اهو، الجير اهو 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 اهو، رشيناه جير اهو. في حاجه اسمها لعنه الفراعنه كده رش، انا يعني اللي متابعني هيعرف ان انا شغاله بيه، بس والله هو خلص، بكره هجيب وهبقى رش برضه، ماشي. تاني حاجه حضرت القفص بتاعها او الحاجه اللي انتي هترقديها فيها، واهي ادي اللي احنا هنرقدها فيها، العشه او الحاجه اللي في مش حلوه كده في الشاشه عندنا دي، في الكاميرا عندنا دي مكان يعني التراب اللي هو طالع مكان مرشة الجير، ماشي. خلاص انا كده المكان اهو. طيب المكان اهو، عندك قفص بقى، يا ريت بقى يبقى حاجه يعني مثلا ايه، يبقى مثلا حتى لو القفص نمسك نصه نضلل لها عليه، او ستاره كده، يعني مثلا ايه ندق مسمارين هنا في الحيطه، وانتوا جايين ايه رابطين في القفص ايه شكاره من هنا لهنا، مضلل لها المكان ومهدينه لها خالص. يبقى نعمل ايه لو مفيش حاجه، يعني مثلا شايفين دي ما عليهاش، دي مفتوحه، شايفين انا سايبه لها مكان بتدخل وبتطلع منه اهو، البطه التانيه ومغطياها من هنا، ماشي. ما عندكيش بقى وهتعملي قفص، هتني ماسكه الشكاره ربطها من هنا بحاجه، بخيط من هنا وبخيط من الجنب اللي هنا، وتدق مسمارين هنا اهو، تربط الشكاره ايه لفوق كده، بحيث انها تبقى ايه كاسيه كده، ويبقى عندك المكان ده تدخل وتطلع منه ايه البطه. يا رب اكون قدرت اوصل المعلومه. طب تعالوا بقى رقم 3، الحته اللي هتبيض فيها
دي حته اهي انا حاطه لها هنا عشان هو خشب يبقى ناشف ممكن يكسر البتاع. حاطه لها الاول مشمعه اهي او كرتونه اهي. هنعمل ايه تاني؟ طب المكان ده واسع، البيض بقى هيقعد يضيقها ويلف منها ويروح يمين وشمال ومتعرفش تلمه تحتها كويس لان المكان واسع ومبهدل عليه. تعالوا هنشوفوا هنعمل ايه مع بعض. اهو رحت جبت طوب اهو وهسد لها المكان ده اظبطه لها. يعني مثلا اهو اقص لها زي نص كده اهو ماشي. ودي نص طوبه اهي كمان اهي بحيث ان هي ايه هحاول اعدل لها الدنيا اهو بحيث ان هي ايه المكان بتاعها يبقى تمام، يبقى على قد البيض بتاعها وما يبقاش ايه يعني ما يبقاش ما يبقاش رايح جاي كده. يعني البيض ما يعرفش ايه يعني البيض ما يمشيش. هعدله وارجع لكم تاني. كده انا ايه لمت لها المكان اهو بحيث ان البيض ما يتبحترش منها يمين وشمال ويبقى ملموم تحتها. هي المساحه من هنا مش كبيره، المساحه اللي كده اللي كبيره. لو المساحه كده كبيره كمان بمسكه الفه لها بالايه بالطوب كده، اعمل لها زي حته تقعد فيها كده او حته يعني ايه تبقى ملمومه حواليها. تعالوا هوريكم في البتاعه التانيه. شايفين البتاعه دي واسعه اهي 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 عاملاها انا من الجناب اهي. شايفين محبكاها لها من الجناب ازاي؟ البطه التانيه بطوب اهي ماشي. انما هناك المساحه كويس. عندك بقى قش او تمل حط لها. وانا هجيب البيضه بتاعتها، البيضه اللي هي عليها اللي كانت يعني بيضاها المره اللي فاتت وهحطها لها في المكان ده لان هي بيضه النهارده. هحطها لها في المكان ده ماشي. طيب انا خايفه بقى اصبح الصبح الاقيها بيضه على بيضه التانيه. هعمل ايه؟ انا عايزاها تبيض لوحدها فهعمل ايه؟ اولا هدخلها اعرفها على انا كده خدتها اهو عشان اعرفها على ايه على مكان العش بتاعها اهو ماشي. اهو خدتها حطيتها في المكان يعني ايه هيئتها وعرفته لها اهو ماشي ماشي. فدي هتصبح تبيض هتني واخداها حبسها هنا اهو حطها هنا وحط حاجه تقيله فوقها انها تبيض وتقعد وهطلع لها الصبح من بعد البيض افتح بقى. هتكون دي دخلت المكان اللي هناك بضت فيه، هتكون دي دخلت المكان ده بضت فيه الصبح. وكده نبقى احنا كده في ايه في امان الله كده خلاص بقى. يعني هي دي عرفت مكانها ودي عرفت مكانها. او طالما بضت بيضه في المكان ده اول بيضتها في المكان اللي انا عايزاها تبيض فيه وسديت عليها المكان اللي فيه بيض اللي ممكن تروح تبيض عليه خلاص بقى كل واحده عرفت مكانها. تاني يوم خلاص بالكتير لو عايزه تعملي الحركه دي كمان مره تتاكدي خلاص تعمليها كمان يوم كمان مره واحده. لكن انا بيتهيالي طالما هي بيضت اول بيضه كل واحده بتعرف مكانها وكده ايه زي الفل. انا هاخد البيضه الفرخه البطه البيضه دي هحبسها بقى في مكانها لان احنا دلوقتي المغرب. هحبسها في مكانها وللصبح عشان الصبح تبيض بقى في مكانها ودي تدخل تبيض في نفس المكان. بس انا تهيالي والله هي اتأقلمت اهيت وحبت المكان يعني. وهاخد دي احبسها في مكانها ودي هنا وتمام على كده وزي الفل. ممكن الذكر ده يشيل بقى كمان كم نتايه معاه كمان غير البطه دي يشيل واحده كمان يعني 3 عشان نضمن ان القصر سليم 100%. نحط كمان واحده معاه يعني مثلا يبقى الذكر عليه 3 بطات في نفس اليوم ده عشان نضمن ان التخصيب مخصب 100%. 4 5 هينفع برضو بس انا يعني مش هنبقى ضامنين اوي ان التخصيب هيبقى 100%. خلينا في الامان. يا رب اكون قدرت افيدكم. يعني اللي عنده اي سؤال في الموضوع ده انا ما جاوبتوش او عايز يسأل عليه يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليه. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.